السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوات وحبايب عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير في احسن صحة في احسن حال. آه، في البداية بس عايز اتكلم، ندعو كلنا جميعا بالرحمة والمغفرة للشاب، الله يرحمه، حسام رامز، آه، لاعب ملاكمة نادي اتحاد الشرطة، اللي هو تعرض لإصابة في بطولة الشباب، بطولة الجمهورية للشباب اللي كانت مقامة في طنطا يوم 9 فبراير. تعرض لإصابة على مستوى الرأس، أدت إلى نزيف داخلي، ما كانش باين على أي علامة من علامات الإصابة خالص. فقد بس تركيزه ووعيه للحظات حاسمة. بعد ما غير بعد ما خرج من اللبس حاسس إنه مش مركز، حاسس إن هو تعبان على مستوى الرأس. اتضح إن كان عنده نزيف داخلي في الرأس. اتعملت له العملية لكن كان أمر الله نافذ. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في ساحة جناته. وأتمنى في البداية نبقى نقرأ له الفاتحة جميعا، ونلاقي ربنا إن شاء الله يغفر له ويرحمه ويجعله في مرتبة الشهداء إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن شوية مواضيع بسيطة إن شاء الله، 5 مواضيع مع بعض. أولها مشكلة كهرباء والحل بتاعها إيه. أياكس وإيست ميلان بتوع بادر وديانج. تالت حاجة نتكلم فيها مشكلة قيد ثلاثي الزمالك و... والحل هيبقى إمتى، والحل هيبقى عن طريق إيه. ده هنعرفه مع بعض بس نخلص فقرة العناوين. رابع حاجة هنتكلم فيها البطولة العربية وأزمة الأهلي والزمالك مع اتحاد الكورة. وبعد كده هنتكلم عن أزمة فندق لاعبي الزمالك والإيمج بتاعت نادي الزمالك. قبل ما نخش في التفاصيل، أتمنى من حضرتك لايك وشير واشتراك في القناة وكومنت، بيدعمني جدا جدا جدا. يلا بينا على طول، بسم الله. أول حاجة كهربا ومشكلته والفلوس اللي عليه لنادي الزمالك. بدأت ردت في الأزمنة الأخيرة في خلال الساعات الماضية إن الخطيب بدأ يتواصل مع رجال أعمال وناس معروفين عشان يبدأوا يجمعوا فلوس نادي، فلوس كهرباء اللي هتدفع لنادي الزمالك، وهي بالمصري حوالي 72 مليون جنيه. ده بالمصري. الغرامة هتدفع بالدولار ولا بالمصري؟ ده هنعرفه مع بعض. وفكركم بتصريح سابق كنا اتقال برضو من محامي كهرباء إن الكهرباء مش هتوقف تاني. وبالفعل برضو خالد المرتجي أكد خلال بطولة كأس العالم إن الكهرباء مش هيسمحوا إن الكهرباء يتوقف تاني، والفلوس جاهزة وهتدفع في وقتها المحدد. وهيتم تسويق الكهرباء، هيدفع الفلوس لنادي الزمالك، وبعد ذلك كهرباء هيبدأ يتواصل مع النادي البرتغالي علشان ياخد جزء من الغرامة، ياخد جزء من الفلوس، لأن الغرامة كانت تضامنية بين النادي البرتغالي وكهرباء. فكهرباء هيدفع علشان هو اللي محتاج اللعب بدل ما يتوقف تاني، وبعد كده هيرجع يتواصل مع النادي البرتغالي علشان يشوف الغرامة، ويبقى يعني هيبقى في مشاكل تانية مستمرة بس هتكون بعيد عن إيقاف كهرباء مجددا. وده اللي احنا نأمله. نتمنى إن كهرباء تاني ويرجع يلعب تاني ويتألق ويبقى في مستواه، وأهم حاجة ما يغيبش تاني عن الملاعب. تاني خبر معانا إن شاء الله هي أحمد عبد القادر وأليو ديانج. الاتنين كان في وكلاء لعيبة وكان في أندية، أياكس أمستردام وإس ميلان الإيطالي، وأحد أندية الدوري الإنجليزي الدوري الممتاز. بدأوا كانوا متابعين وحاطين عينهم على اللعيبة ديانج وأحمد عبد القادر، وبدأوا ياخدوا الإحصائيات بتاعتهم والأرقام بتاعتهم. بدأت الرصد والمتابعة من ساعة كأس العالم للأندية، وهيستمر الرصد والمتابعة لحد انتهاء الموسم مع النادي الأهلي. هنا حد يمكن يجي بعد كده ما يتاخدوش. هما يعني حاليا بيتعمل لهم رصد ومتابعة، يشوفوا الأرقام بتاعتهم والإحصائيات بتاعتهم وهل يبقوا مفيدين ولا لأ. ده طبعا أكيد النادي مش هيتابع الاتنين دول بس، أكيد في لعيبة تانية كتير. فالنظام اللي بيحصل في كل دول العالم إن هما بيجمعوا إحصائيات بأرقام اللعيبة في شتى الدول أو الدوريات، وبعد كده بيعملوا فلتريشن، بيعملوا فلترة اللي هو عشان يستفيدوا ياخدوا اللاعب اللي هيبقى مفيد لهم من الناحية الاقتصادية والناحية الفنية. وطبعا أكيد بيبقى رغبة المدير الفني رقم واحد في اللاعب، يعني ممكن ينجحهم في الأرقام والإحصائيات ويخشوا فعلا دائرة اهتمامات الأندية ديت، وفي الآخر ما يروحوش بسبب إن هم لقوا لاعب تاني
ارقامه افضل، او الناحيه الماليه والاقتصاديه بتاعتها احسن. قيادة القيد ثلاثي الزمالك شبانه واحمد بالحاج وناصر منسي. وفي بعض الاخبار اللي بدات تتردد ان القرار النهائي هيصدر خلال ساعات من دلوقتي. هيبقى في انتظار القرار بتاع القيد بتاع ثلاثي الزمالك. بس نتنبأ بالموضوع او الاخبار المتردده واللي بتتقال في الوقت دوت، ان الرد هيجي من خلال المذكره اللي اتقدمت من نادي الزمالك او الشبكه بتاعت نادي الزمالك، والرد من خلال اتحاد الكوره. استنباط بسيط او حاجه نقدر توقع بسيط او راي، هي في الخطاب بتاع الزمالك اتقدم ان اللعيبه اترفعت على السيستم، ولكن لم يتم القبول او لم يتم استخراج الكارنيهات الخاصه باللعيبه من من اتحاد الكوره لنادي الزمالك. ده اللي هيروح بدون الذكر، ده الكلام اللي بيتردد بدون الذكر عن الفلوس او اي حاجه تانية. لحد هنا الفيفا هتحكم نادي الزمالك بقيد اللعيبه، ويجبر اتحاد الكوره انه يستخرج البطاقات بتاعت اللعيبه عشان يبداوا يشاركوا بشكل مستمر. ولكن الخطاب او الرد اللي هيوصل من اتحاد الكوره للفيفا هو اللي هيبقى عليه كل الشغل. ازاي؟ بسم الله. اول حاجه، لو خطاب في اتحاد الكوره اللي هيروح للفيفا، او اللي هو حاليا يعتبر راح للفيفا، والرد هيجي من خلاله ان لو ذكر ان الانتقالات اللي فاتت الزمالك ما دفعش الفلوس، ان هو قدم لهم شيكات بدون رصيد والشيكات دي اترفضت في البنك، فاحتمال كبير جدا يتمنع قيد الزمالك والفيفا في صف اتحاد الكوره. ده اول حاجه، ركز معايا. اول حاجه، لو اتحاد الكوره قال لك ان هو الانتقالات اللي فاتت قدم شيكات بدون رصيد، الفيفا هتحكم لاتحاد الكوره وضد نادي الزمالك. ده اول حاجه. الحاله الثانيه، لو اتحاد الكوره قدم وقال ان الزمالك قايل اللعيبه من غير دفع المستحقات رسوم التسجيل 3 مليون و400 الف دوت، هيتوقف برضه القيد بتاع هيتوقف قيد اللعيبه ومش هيرضوا يسجلوا على السيستم. تالت حاجه، وده اللي بيقال ان فيه بعض الاعضاء ومنهم حازم امام بيضغطوا عشان الحته دي، ان هو الخطاب يروح من غير اي تسكير او اي حاجه خالص لها علاقه بالفلوس والماديات. وفي الحاله ديت الفيفا هيجبر اتحاد الكوره باستخراج البطاقات، ووقت ساعتها الزمالك يبدا يدفع بقى براحته، وده يندفع يعني. فحتى الان القرار يقال انه هيصدر خلال يعني 48 ساعه، وهنشوف مع بعض ونبقى نعقب على القرار اما يصدر ان شاء الله. بس هما دول الثلاث حالات بتوع ازمه القيد الثلاثي الزمالك. نخش على الخبر اللي بعده ان شاء الله، هي البطوله العربيه. البطوله العربيه اعلنت انها تقام في السعوديه من اواخر شهر مارس. البطوله العربيه معمول لها جوائز رهيبه جدا، 10 مليون دولار تكلفه كل الفرق اللي هتشارك. طبعا مشارك منها بشكل اساسي نادي الزمالك بما انه بطل الدوري، وبيراميدز علشان هو استلم الدوري، وفي نفس الوقت علشان خاطر يعني جبران خواطر بسبب انه ما شاركش في دوري ابطال افريقيا. والاهلي تقدم له دعوه رسميه، او هيتقدم له دعوه رسميه من الهيئه المنظمه للبطوله العربيه علشان يشارك، يبقى هو الضيف بتاع البطوله، هو واربع فرق كمان معاه. يخلوه يعني اللجنه المنظمه لها 5 فرق تختارهم بعنايه، اللي تختارهم علشان يزودوا الشعبيه او المتابعه للبطوله، فهم اختاروا الاهلي. ولكن المشكله فين بقى؟ المشكله ان الاهلي اصلا ما عندوش مكان. المشكله بتاعت الحاج عامر الحاج عامر حسين مسكن الماتشات، الدوري بتاعنا اصلا هيخلص متاخر. فالبطوله دي لو تمت في خلال شهر مارس هيبقى فيها دورين تمهيديين وبعد كده تبقى متواصله، فتأخرك الدوري أكتر وأكتر. فأنت هتسكن الماتشات إمتى؟ والدوري بتاعك هيخلص إمتى؟ علشان كده يعني أنا الصراحة مش شايف لها حل. الموضوع صعب جدا، يعني موضوع مركب. الأهلي المفروض إن هو يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وهيشارك في بطولة عربية، وهيشارك في السوبر الأفريقي بعد كده. ولو استمر الوضع ده يعني لعيبة الأهلي أصلا هتتبهدل. ولو جينا نتكلم برضه بالعقل، يعني الاهلي او الزمالك او بيراميدز او اي فريق في الدوري امثل حاجه ال 2 مليون دولار،
اقل حاجه، اقل فريق يعني ياخدها في اللي هو شارك في البطوله العربيه، اقل فلوس هياخدها يعني لو تخطى الادوار التمهيديه مليون دولار مثلا. رقم رهيب جدا، ويقدر يساعد انديه كتير انها تقدر تطور اللعيبه بتاعتها او ت- تزود التنافسيه اصلا في الدوري المصري. فانا عشان كده برجح انه من اول الدوري الموسم الجاي اتعمل لائحه ان مثلا البطل هيشارك في السوبر الافريقي، التالت والتالت زي ما قلت قبل كده يشتركوا في دوري الابطال، الرابع والخامس في الكونفدراليه، السادس والسابع يشاركوا في البطوله العربيه. واتعمل استثناء السنه دي ان مثلا خلاص اللي هيشارك يشارك، بس يتعمل لها نظام لان كده احنا الدوري بتاعنا بيبوظ اكتر واكتر. وكان الله في عون الاهلي والزمالك لانهم في امس الحاجه للدولارات. وممكن كمان برضو يبقى توجه من الدوله كامله ان الاهلي والزمالك يشاركوا عشان يحصلوا على اكتر كميه ممكنه من الفوز، ويقدروا يجوا بالمكاسب الماديه اللي هي بالدولار، واحنا طبعا في ازمه دولار في البلد، فممكن تبقى نفحه صغيره تدخل دولار للبلد. فالتوجه اللي هيحصل ايه محدش عارف صراحه. وكان اتسرب خبر كده خلال ساعات، خلال 4 أو 5 ساعات الماضية، إن اتحاد الكرة قرر إن مفيش فريق هيشارك في بطولتين خارجيتين مع بعض. يعني ما ينفعش فريق هيشارك في البطولة العربية ويشارك في البطولة الأفريقية، ما ينفعش فريق يشارك في دوري أبطال ويشارك في السوبر الأفريقي. أنا أعتقد القرار ده هو كويس لمصلحة الدوري، بس حرام ومضر جدا لمصلحة الأهلي والزمالك والفرق اللي بتبحث ذات الشعبية والجماهير إنها بتبحث إنها تطور نفسها، خصوصا إن إحنا قلنا إن الفرق ديت أمس الحاجة إلى الأموال علشان تقدر تدعم وتقوي نفسها. آخر خبر معانا النهاردة إن شاء الله بالتفاصيل بتاعته هو سيادة المستشار مرتضى منصور كان قال في آخر مداخلة اللي أنا كنت منزلها برضه على القناة، كان بيقول فيها إن الفندق، الناس اللي بتسأل إن أمير بيعمل إيه، الفندق أخطر إدارة الزمالك إن هو يعني أنا آسف في اللفظ هيطرد اللاعبين علشان الفلوس اللي عند نادي الزمالك. أمير مرتضى دفع 4 مليون جنيه من جيبه. أي إدارة بتتحدثوا عنها إنها بتتم في الاواخر كده اللي هو بالبركه كده. وفين الصوره بتاعت الزمالك والايمج بتاع الزمالك ان هو كان هيمشي لولا ان امير راح خلص، لولا ان ده دافع ما ينفعش يا جماعه. يعني الكيانات الكبيره زي الاهلي والزمالك يعني المفروض بيبقى لهم الصوره دي تبقى بتزود مستواهم وقيمتهم. بس بالطريقه دي انا اسف والله انا اقول كده يعني صوره الزمالك بايخ. الخبر ده لما يتردد مثلا على السوشيال ميديا المصريه او في السعوديه او في المغرب او في الامارات او في اي دوله، يعني شكلها مش لطيف والله خالص. فاتمنى ان التصريحات بعد كده تبقى مدروسه وتطلع يعني مثلا وانت بتحضر التصريحات بتاعتك او اللقاء بتاعك اتكلم وشوف ايه اللي ينفع وايه اللي هيقلل من الزمالك. انت مش عشان تزود من قيمه احمد وامير مرتضى منصور وانا مرتضى منصور تقلل من ايمج الزمالك او صوره الزمالك عند الجماهير. فيستحسن نحافظ على صورة الزمالك وجماهيره ده أولا، وبعد كده لن الإدارة، هي الإدارة جاية تخدم النادي مش العكس. مش اللي هتقولي إزاي، هقول لك إن يعني مثلا الزمالك يعني مش جاي تزود حركة زي دي تزود قيمة أحمد أمير مرتضى منصور على قفا نادي الزمالك. آه وبرضه في خبر تاني اتردد إن الفندق اللي بيقيم فيه فريرة أعلن إن هو، أنا آسف برضه تاني على الكلمة، إنه هيطرد فريرة بره الفندق نظرا لمستحقات الفندق اللي لسه ما خدهاش من نادي الزمالك. ايه يا جماعه ده مش اداره، ده كده يعني سمك لبن ضمن هندي. اه والله انا اسف اني بقول الاخبار ديت على نادي الزمالك. انا هنا والله مش ضد حد خالص، انا هنا بتكلم من وجهه نظري. آه، اتمنى رايكم اذا كان صح او غلط، بس والله في الاول والاخر دي وجهه نظر ودي الاخبار اللي بتردد دول موجوده على الساحه الكرويه الان. حاجه اخيره بس عايز اقولها، اتمنى يبقى في وقفه من اداره نادي الزمالك وجماهيره مع احمد مرتضى منصور، لانه حرفيا كره الصالات متدمره في الزمالك والاهلي مستحوذ عليها كلها من سله. كره الطايره مفيش الا كره اليد، وده بسبب قوه الفريق ذات نفسه، ملوش اي دخل باحمد مرتضى منصور. فاتمنى ان يرجع يفوق تاني في الصالات عشان ترجع المنافسه بين الاهلي والزمالك في كل الالعاب والانشطه الرياضيه. وهنا نكون خلصنا الحلقه بتاعت النهارده،
وأتمنى تكون عجبت حضراتكم، وأتمنى من حضرتك اللايك والشير والاشتراك وكومنت من حضرتك بيدعمني جدا جدا جدا. وإلى اللقاء، السلام عليكم.